ورحب بالفنانه الكبيره نبيلة عبيد. منورانا يا استاذه. الله يخليك. قولي لي الكاتب الكبير احسان عبد القدوس بشهرته الواسعه في عالم الادب يعني ورواياته جذبك الى عالمه. انت لما انجذبتي ليه بروايه طلعت فيلم وسقطت في بحر العسل، هل انت اتاخرتي شويه في ترجمه اعمال احسان عبد القدوس الى السينما؟ كنت محتاجه شويه خبره ولا انجذبتي في الوقت المناسب؟ لا، هو احسان عبد القدوس بالنسبه لي نقطه مهمه جدا 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 في حياتي. يعني من طفولتي وانا بتفرج على احسان، على روايات احسان. لما بديت اتعلم اقرا قريت لاحسان. فرواياته الطريق المسدود لا انام، كل الموضوعات اللي هي قامت بيها فاتن حمامه ده في المخزون جوايا. لكن الوصول ازاي، السكه ازاي، الطريق ازاي. كانت بالنسبه لي روايه اين عمري اللي عملتها ماجده برضو من الحاجات اللي رست في دماغي. لكن ازاي يطرح له، ازاي ده اللي انا ما كنتش عارفه الطريق ازاي. الحقيقه هو يمكن انا قلت الحكايه دي قبل كده بس لازم اقولها مره تانية، عشان دي لازم اقول مين اللي قدمني. بدايه اللي قدمني رمسيس نجيب، هو اللي عرفني على احسان عبد القدوس. قبل رمسيس كان الصحفي الكبير محمد تبارك الله يرحمه. لان انا كان بيحس ان عندي رغبه في ان انا اغير من نفسي. اشوف مثلا ماجده عامله اين عمري، اقول ايه، انا نفسي ابقى كده. في مثل قدامي انا عايزه اقلده او عايزه ابقى زيه. لغايه لما وعدني انه هيعرفني برمسيس نجيب، ورحت له المكتب وهم لاقين بقى ايه، لاقين عندي ان انا عايزه ابقى حاجه. يعني كنت عملت ربع العدويه ومجموعه من الافلام عملتها خارج مصر. كنت عايزه اعمل حاجه تغيير، لان اللي كانوا معايا في نفس الفتره كانت اعتقد نجلاء، ميرفت، مجموعه كده، حسيت انهم سبقوني شويه. فعملت وقفه وقلت لابد اعمل تغيير في حياتي. كان على ايد رمسيس نجيب عرفني على احسان. وعملتي وسقطت في بحر العسل. هو رشحها لي برضه. عايزه اقول لك ان كل روايات احسان عبد القدوس اللي انا عملتها بترشيح منه، لكن في حاجتين اتنين جولي من بره، اللي هي العذراء والشعر الابيض وانتحار صاحب الشقه. اما باقي الافلام او الروايات بمعنى اصح اللي انا خدتها منه، انا كنت بقعد اقول الروايه دي هو اللي بيرشحها لي. يعني هو اهم نقطه في حياتي احسان عبد القدوس. 8 اعمال اللي عملتيها مع الاستاذ. ايوه كده؟ ايوه. طيب الاستاذ احسان، تفتكري يعني من اللي عبروا بشكل جيد او ممتاز عن قضايا المرأة، هل شدتك هذه النوعية ولا شدتك طريقة الكتابة والمعالجة واسم إحسان عبد القدوس وهكذا؟ لا، أنا واعي على إني أنا بتفرج على حاجة أنا مقتنعة بيها 1,000,000%. حاجة أنا مصدقاها بتتقال، مصدقاها مقتنعة بيها. يعني لو أنا مطرحها هقول إيه، هعمل كده وهتصرف كده وهقول كده فبقى بالنسبة لي بتعيشي بقى القصة جامد قوي بقى، تدخلي مصدقاها. يعني ما هو أنت لما تكون حاجة أنت بتصدقها ومقتنعة بيها خلاص. يعني زي أحداث أين عمري، يعني في طبعا كل أفلامه، لكن أنا بضرب لك المثل اللي هو كان بالنسبة لي أنا. أحداث أين عمري لما تشوفها كلها البنت تعمل كده وتتصرف كده ويحصل كل ده الافلام اللي قبل كده كلها تبقى يعني اقدر واحد قدم المرأة وغاص فيها تماما كان احسان عبد القدوس. تفتكري الاستاذ احسان ككاتب سياسي، طبعا ككاتب سياسي، كاتب سياسي على مستوى رفيع جدا يعني، طبعا. هل رواياته خدت شكل سياسي عشان يقدر يغوص اكتر في قضايا المجتمع وقضايا المرأة، ولا كان بيكتب بشكل مباشر عن المرأة؟ هو طالما غاص وكتب بالشكل اللي احنا قريناه له وشفناه في المرأة وفي المجتمع، اذا هو كاتب سياسي طبعا. في الراقصة والسياسي مثلا يعني. أيوة. انا حاسس ان صوتك عندك برد ولا حاجه؟ لا سلامتك. لسه مطوله شويه، بس طبعا لما يعني طلبت مني ما كانش ممكن اقدر اتاخر. ربنا يخليك. الله يخليك. ان شاء الله هتخرجي من هنا ما فيش اي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انا تهت باين في السؤال او حاجه. فاكر السؤال؟ اتفضل. الراقصه والسياسي. الراقصه والسياسي، في الراقصه والسياسي مثلا كان في موقف يتعلق بعلاقه مسؤول براقصه. ايوه.
علاقه سابقه تصدى ليها المسؤول لما حبت تعمل عمل خير. تفتكر الرقابه في الوقت ده كانت متساهله انها تعدي موضوع زي ده؟ هو ما فيهوش حاجه، هو ما فيهوش حاجه. يعني لو كان في حاجه كانت الرقابه قالت فيه ده. انا اللي اتذكره ان وحيد حامد كتب الموضوع ده، خد شهر، واكيد طبعا عرضوا على الرقابه، ورحت مكتب الانتاج عند ابراهيم شوقي وقعد اراه في ساعه وتم الاتفاق وكنا خلاص بدينا. يعني ما قريتش او ما سمعتش ان الرقابه اتعرضت او قالت له ده في حاجه كده ولا كده، بالعكس ابدا ابدا. من انجح الافلام طبعا، لانه في زمن سابق، انا بقول كده لانه في زمن سابق كان حتى تناول مسؤول في اي فيلم مساله صعبه، مش كده ولا ايه؟ بس هو ما قدموش بطريقه يعني ممكن يكون وارد ده. ما في حياتنا حاجات كتيره ممكن ما تتعرض لهاش الرقابه، وممكن يعني انا ما اذكرش ان في حاجه تعرضت لها الرقابه خاصه بالراقصه والسياسي. بالعكس ده من انجح الاعمال اللي اتعملت. هو لما الرقابه تتصدى الفيلم او تبقى تعمل عليه مشاكل يبقى مش من انجح؟ لا. ممكن يبقى من انجح برضه، عشان والرقابه شايفه لا. انه في بعض الامور اللي ممكن تعترض عليها. ما اقصدش اقول لك حاجه، اقصد اقول لك ان ما كانش فيه حجر او حجز للابداع اللي كان عند وحيد او اللي كان في الروايه، انهم يقدروا يقولوا له لا في محاذير، ده لا ده حط ده. ما اذكرش ان كانت في حاجه من النوع ده، ما سمعتهاش انا على الاقل يعني. طيب دلوقتي الرقابه بقت اكثر انفتاحا بكتير، يعني بقينا نشوف موضوعات يعني من 10 15 20 30 سنه لما كنا نفكر انه ممكن حتى تناقش او تقترح على الناس في السينما كان يبقى خيال. هل تفتكري انه الفنانين السينمائيين يعني قدروا يستغلوا المناخ ده بشكل كويس؟ يعني هو ان انت تسيب اعمالك وتسيب شغلك من غير ما تحجر عليه قوي او من غير ما تقيده قوي، ده لابد ان يبقى فيه. انما اذا تجاوزت او اذا كانت حاجه ضد حاجات بتهدد امن البلد، ضد حاجات ما يتسمحش بيها، اكيد هنا بيبقى فيه محاذير. لكن لما تكون حاجه انت بتطرحها وشايف ان دي حاجه لازم تتشاف ولازم تتعرف ولازم الناس تبقى على علم بيها، ما انت ما تقدرش تطرح حاجات وتبقى في حاجات بتخبيها على المجتمع بتاعك وبتخبيها على لكن لو في حاجات تهم او تضر امن، تضر اي حاجه، اكيد هنا الرقابه بتقف لها. اذا كانت في حاجات يعني زياده عن اللزوم اعتقد ان برضو بتبقى الرقابه. انما طالما في المعقول وحاجات انت لازم تطلع عليها وتعرفها ومجتمعك وجيلك والناس دي كلها تبقى على علم بيها، ليه لا؟